أن أقاطع المنتجات الصينية، ومن حقي أن أدعو إخواني إلى هذا، فهذا يؤثر عليهم. نحن نريد تركستان أن تبقى جزءا من الصين، لكنه جزءا مؤيدا بالحقوق العامة التي تهمله. شكرا لك أخ عبد الرحمن، طرحت عدة نقاط مهمة. أريد أن أسأل الدكتور عز الدين قبل أن أخذ مداخلات أخرى. أولا تعليقك على ما تحدث به الأخ عبد الرحمن، قضية أنهم أنهم يعني ليسوا انفصاليين وإنما ينادون ويطالبون بالحقوق، وما هو موقف العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر العالم الإسلامي وكذلك الدول الإسلامية الرئيسية في التعامل مع قضية إقليم شينجيانغ والمسلمين هناك؟ بالنسبة لما ذكره الأستاذ عبد الرحمن أبو منصور، فهناك فعلا اضطهاد كبير وذكر منه أجزاء. بالنسبة لتعامل العالم الإسلامي مع قضية تركستان الشرقية، من الملاحظ أن هناك تراخي كبير، إلا أن القضية في هذه الفترة أخذت زخما كبيرا وأصبحت يمكن أن نقول لقد دارت العجلة ولا يمكن أن تتراجع. مطلوب من الشعوب الإسلامية أن تأخذ موقف، مطلوب من رجال الأعمال في دول العالم الإسلامي أخذ موقف واضح من الصين. لدى الصين تجارة كبيرة أو تصل مع العالم العربي تصل إلى 133 مليار، تزداد سنويا بنسبة 40%. رجال الأعمال عليهم دور. التجارة أو العمل هذا، التجارة كانت قديما رسالة، كان قديما يحملون حضارة الإسلام والهوية الإسلامية ويجسدونها وينقلونها إلى سائر أنحاء العالم. نحن نطالب رجال الأعمال بالتدخل، إما بإلقاء صفقات للاحتجاج. دكتور، هل ثمة موقف بارز مثل العمل بالإيغور؟ دكتور، هل ثمة موقف بارز يعني بخلاف الحديث عن الموقف نعم، موقف رجال الأعمال أو التجار أو الموقف الشعبي، هل ثمة موقف رسمي بارز في العالم الإسلامي بخلاف البيان الذي أصدرته منظمة المؤتمر والموقف التركي أيضا؟ هناك أبرز الموقف طبعا هو الموقف التركي وموقف السيد أردوغان، وكذلك المواقف البارزة موقف منظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا الموقف موقف جديد وكبير وتشكر عليه منظمة العالم الإسلامي. وفي 15/8 في هذا الشهر سفر وفد المنظمة إلى الصين كلجنة تقصي حقائق لبحث أوضاع المسلمين هناك، ونطالب اللجنة بألا تنصاع لوجهة النظر الصينية وأن تنظر الأمور نظرة بعيدة عن وجهة النظر الرسمية الصينية. وأطالب أيضا بأن تحاول المنظمة فتح مكاتب تمثيل، وأطالب أن تحاول الدول الإسلامية أيضا فتح قنصليات في داخل المدن التركستانية مثل أورومجي وأيضا وكاشغر، وأيضا منظمات الإغاثة الإسلامية. على الأقل إن لم تستطع دخول تركستان الشرقية يمكن أن تفتح في تركستان الغربية بالقرب، ستكون الأحداث قريبة منها وستتمكن من التعامل معها. طيب دكتور، اسمح لي أيضا أن أتلقى بعض المداخلات الهاتفية. معي من السعودية أيضا الداعية السعودي الدكتور ناصر العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور، تفضل. أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أشكر قناة الجزيرة على العناية بهذا الموضوع المهم، وبالأخص الأخوة القائمين على هذا البرنامج والمشاركين فيه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه، هكذا قضية أخوتنا في تركستان الشرقية. ويتعجب المرء من صمت العالم الإسلامي بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وما استبيحت بلاد المسلمين من أمريكا والغرب وغيرها إلا خرقا لهذه الحجة الواحية. وقد صدر اليوم بيان مكة من عدد من العلماء في المملكة العربية السعودية ومن العالم الإسلامي، وبينوا ما يجب تجاه هذه القضية المهمة جدا، ومن أهمها التواصل، وما ذكره الأخوة الذين سبقوني، وبذل الزكاة في هذا الشهر الكريم لإخواننا هناك. كذلك أيضا أقول يجب أن لا نضيع بالجدل من بدأ المعركة، فالصين هي التي بدأت المعركة قبل 60 سنة،
والبيان الذي ظهر على شاشة الجزيرة قبل قليل بعد أن كانوا 75% إذا هم يتحولون إلى أقلية في بلادهم الحقيقية. ومع ذلك فأقول إن واجبنا كبير، وأنا متفائل جدا، لأنه بعد 60 سنة من الدمار والسحق والإيذاء والإبادة من الصين، ها هو يخرج جيل جديد قوي كأنه لم يتأثر بكل ما حدث. ولهذا فالواجب عظيم جدا على الدول الإسلامية وعلى الشعوب الإسلامية وعلى كل بقدرته، وكذلك أوصي إخواننا هناك بالصبر. شكرا لك دكتور ناصر العمر الداعية السعودي على هذه المداخلة. أيضا الأخ حامل اللواء الشريف من تونس، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم. أسأل عن الضيف الكريم، ألا ترى أن هناك خلط ومزج في هذه المسألة؟ تحاول بعض الدول المنافسة للصين استغلال الوضع، وخاصة أن زعمائهم موجودون في أمريكا، وربما أمريكا تضغط في هذه القضية لمسائل اقتصادية. وأيضا هناك ربما تدخل إسرائيل على الخط لتعكير العلاقات بين الصين والدول العربية والإسلامية. فهناك إذن عملية تكثيف أو عملية تصعيد للوضع الداخلي في هذه المنطقة وجعلها كمسألة طائفية بينما هي أمور داخلية صينية. شكرا لك. والسلام عليكم. شكرا لك أخي حامل اللواء الشريف، هذه نقطة مهمة جدا، وهي كانت النقطة ربما القادمة التي سأثيرها مع ضيفي، أنطلق فيها من حديث الأخ حامل اللواء الشريف. زعماء الإيغور موجودون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاربنا في العالم الإسلامي تشير دائما ربما إلى استثمار سيء أو استثمار مصلحي ما تقوم به عادة قوى الغرب بشكل عام، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية. ألا يشكك هذا الأمر دكتور بعدالة هذه القضية وبمطالبها وبأهدافها الحقيقية أيضا؟ هذا الأمر لا يشكك. الأيغور، أكرر، الأيغور والتركستانيين موجودون في سائر دول العالم الحر وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي المشكلة إذا ما وفرت دولة غربية أو الولايات المتحدة الأمريكية ملاذ وملجأ لشخص مستضعف في أي مكان في العالم؟ إذا كانت لنا تحفظات على السياسة الأمريكية في فلسطين، في العراق، في أي مكان، فهناك جانب آخر يمكن أن يكون صحيحا للإدارة الصينية، وهو توفير ملاذ أو توفير منبر للرأي قد لا يتوافق، ولكن دكتور أو لا تجرؤ دولة تاريخ العلاقة توفيره. تاريخ العلاقة بين الصين والعالم الإسلامي يا دكتور يعني مليء بالمحطات الإيجابية، وبالتالي قد يردد الكثير بأن هناك خشية ربما من استثمار هذا الأمر، وكذلك الإساءة لموقف ربما أو تغيير موقف الصين من المسلمين داخلها أو نظرتهم أيضا للعالم الإسلامي. يا سيدي العزيز، نحن نطالب أولا كما قال الأخ عبد الرحمن أبو منصور، لا نطالب بانفصال الإقليم، فهذا وضع سابق لأوانه ولا يمكن الحديث عنه الآن، ولكن نطالب على الأقل بمعاملة التركستانيين أو الأتراك داخل تركستان الشرقية كبشر